السلام عليكم شبابنا وبناتنا الغاليين في الثانويه العامه والازهريه، ازيكم عاملين ايه؟ الفصل الثالث الحث الكهرومغناطيسي، اكتر فصل عليه درجات في الامتحان واكتر فصل هتتعب قوي لو راكمته. باذن الله هنبدا شرحه على المنصه في الفتره ما بين 8 ديسمبر و12 يناير، كل يوم اثنين. في كل محاضره هاخدك من ايدك اول حاجه على شرح المحتوى، وطبعا كل نقطه في الشرح بنستعرضها، ولو محتاجه وسائل تعليميه او تجارب او فيديوهات توضيحيه او سيميوليشن طبعا هتشوف. تاني حاجه هنروح لشرح الحل، وفيها هنوريك ازاي السؤال والمساله هيجي على المعلومه اللي انت عرفتها في المحتوى الرئيسي، وهعلمك ازاي تفكر فيه، وهنستعرض مع بعض امثله كتيره جدا من الاسئله اللي جت في امتحانات السنه اللي فاتت سواء في الثانويه العامه او الثانويه الازهريه. يعني من الاخر مفيش اي فرصه انك تتوه معانا. خلينا اوضح لك الجدول الزمني اللي احنا هنمشي عليه. يوم الاثنين 8 12 هنبدا بقانون فاراداي وقاعده لينز. الاثنين اللي بعده يوم 15 12 القوه الدافعه الكهربائيه المستحثه في سلك مستقيم. الاثنين اللي بعده 22 12 الحث المتبادل. الاثنين 29 12 الحث الذاتي. يوم الاثنين 5 1 دينامو. يوم الاثنين 12 1 المحول والمحرك الكهربي. يعني من الاخر كل اسبوع كل يوم اثنين موضوع واحد بس، شرح وتطبيق وحل وامثله السنين اللي فاتت عشان ما تتوهش معانا. في كل محاضره من السته هتلاقي فيها فيديو الشرح، فيديو الافكار، فيديو المسائل، فيديو حل الواجب، وفيديو امثله السنين السابقه، وكمان هتشوف فيديو الشرح من جوه الصنف. طبعا ما ينساش تيم الدعم العلمي القوي من خلال جروبات التليجرام اللي معانا. اي سؤال هيترد عليك فورا. بالنسبه للاشتراك فالاشتراك بسيط جدا، لينك المنصه موجود، بتختار الفصل الثالث للطلاب الاونلاين والمحاضرات هتتفتح فورا. بالتوفيق لكم يا شباب.